ورجع ولدي الدكتور عمر، رجع لنا بالسلامة بعد فراق طويل. اشتقنا لك يا ولدي واشتاقت لك الدوحة، بس الله يساعدك على اللي جايك، لأن قدامك درب طويل ويحتاج له صبر. الله يحفظك يا ولدي. انت ما تستحي على وجهك؟ كل يوم واقف هني؟ شو قلة الادب هذه؟ انت ليش مو راضي تكلميني؟ انت ما تستحي على وجهك؟ ما عندك خوات؟ والله العظيم قصدي شريف، بس ابيش تسمعيني شوي. اللي قصده شريف والريال محترم يدش من باب البيت مو من الشارع. وبعدين ليش تكلمني بهالطريقة؟ صدق انك تنرفز. إن شاء الله هذه بتكون صفقة العمر. أنا فرحان وايد، بس عندي إحساس بتصير مشاكل. أنت ليش خايف؟ كل شيء على مسؤوليتي. يا أخي أنت ليش ما تصارح إخوانك إنك تشتغل لحسابك الخاص بس باسم الشركة؟ إخواني شكوى، أنا بفهم. موضوع بيني وبينك، أنا بيك تخلص لي الموضوع وبس ها؟ بدون نذالة. عفا عفا يا عبد الله، أنا لو نذل كان قلت حق إخوانك عن الصفقات والمشاريع اللي تسويها باسم الشركة وتحط أرباحها في جيبك. الظاهر إني أنا غلطان، وهذه بتكون آخر صفقة بيني وبينك. على حد علمي إنك ما تخاف من حد. أنا ما أخاف من حد، بس ما أحب النذالة. يوم الخميس عندنا اجتماع اولياء الامور. اتمنى كل واحد منكم يبلغ ابوه انه يحضر الاجتماع. جابر، هاي ثالث اجتماع ما نشوف ابوك. اتمنى انك تبلغه ويحضر. ان شاء الله استاذ، بقول له. ان شاء الله. درس اليوم قواعد اللغة العربية. يحج الحجاج وقت الحج. اعرب الجملة التالية. انتبه يا طالب. عرف المفعول به. المبتدأ والخبر. البلاغ. يا حصة عيب، عيب هالكلام اللي تقولينه، احنا جايين نتفاهم بارك الله فيك. نتفاهم؟ وانت خليت فيها تفاهم؟ انت لو تستحي على وجهك كان ما بعت اسهم بنتك وما خليت لها ولا سهم. صدق انك نفسك دنيه. يا بنت الحلال، انت ايش فيك؟ شو تقولين؟ انا الحين جاي اتكلم عن الاثاث. طبعا تتكلم عن الاثاث، لان فلوسها ما طاحت ببطنك مثل فلوس الاسهم. بعدين تعال، انت ايش حقه يعني ومحترق قلبك؟ انا اللي شاريتهم مو انت. انا اللي حارق قلبي بصراحه اللي قاعده تسوينه، تصرفاتك هذه وانا ما عندي خبر عنها. عيب عليك، انت بعدك على ذمتي. على ذمتك؟ على ذمتك يا ابو ذمه؟ اسمعيني بارك الله فيك، اذا على سالفه فلوس بنتك ترى الفلوس في الحفظ والصون،
لا تنسيني انا ابوها واللي امرها. بس انت قولي لي تصرفاتك هذه شو تسمينها؟ اسميها انا برجع فلوسي، اسميها برجع كل ريال صرفته عليك. وانت حضرتك اسم الله عليك شو تسمي تصرفاتك؟ شو تسمي سفراتك كل يوم والثاني؟ شو تسمي قعداتك بالكافيهات كل يوم مع وحده شكل؟ شو تسمي عيونك اللي تلاقت على البنات كل يوم، بنات الناس؟ عيب 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 يا حصة، عيب اللي تقولينه. لا تنسينا بنتك واقفة. نورة ابوي دشي داخل. وقفه يا نوره. دشي نورة. وقفه اقول لك. وقفة يا نورة. بنتي تعرف كل شيء. نوره تعرف سبة وجودي هني في بيت اهلي. تعرف ان ابوها ما يستحي على وجهه ولا على شيبه. شلون تجرى على رفيجة عمري عليا وما احترمتي ولا احترمت بنتك. بنات الناس مو لعبة عندك ولا عند غيرك. بيتي باخذه غصبا عليك مثل ما اخذت كل قطعة أثاث. والحين لو سمحت روح ما بشوف ركعة وجهك، ورجاء جيب لي ورقة طلاقي. ولا عندك ذرة رجولة جيب فلوس اسهمها تعطيها حق بنتك. يلا قدامي قدامي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ أحصل عندك الجلبان؟ الجلبان فيه هنا. انزين عطني كيلوين. لا يا يمه، ايش حق كيلوين؟ بس كيلو يكفي. يزيد ولا ينقص فديتك. يا بعد عمري. قد 2 كيلو وزن كرو على الجلبان وده؟ ايه 2 كيلو. عطني زين. ان شاء الله. خوش على الجلبان ابيض لو زين. ما تبين شيء بعد يمه؟ ابي سلامتك يمه. طيب ما حطها. بس يلا يمه برز البيزات. مشكور يا حاج. ما يغلى عليك. مشكور. ولنا خردة بس؟ لا 100 كامل. يلا يمه يلا. الو هلا ناصر. ايه انت في المواقف؟ خلاص تعالي بقى خلينا نمشي الوالده نوسع صدرها. يا بعد عمري. يلا مع السلامه. يلا اكون ناصر في المواقف. يا بعد يلوموني يقول ليش تحبينه وايد اكثر منه. غصب علي احبك. يلا يلا يمه يلا. لف انا حاطه هني بيدي، وين راح ما ادري. استاذ عبد الله اذا ممكن بس بستأذن ساعة واحدة وبرجع. الشركه شركه ابوك، انت بكيفك تستاذنين تروحين وتين. استاذ انا قلت اذا ممكن، اذا ما يصير عادي. ممكن ولا مو ممكن، انا بعرف هذا وين حطيته. شنو استاذ؟ ملف انا حاطه هني بيدي، ما ادري وين طار. ملف شنو؟ اليوم بروحي رتبت المكتب ما لقيت ولا شيء على الطاولة. اصلا انت ما منك فايده، ما ادري ليش قاعده هني. روحي على مكتبك، وان طلعتي بخصم عليك 10 ايام. هذا العظيم. شوف شو الحمد لله زين. شفت بس هذا شو وداني. هو مسيف ايش فيك من قعدتي وحالتك حاله؟ هو مو بهني. مو هني لا تحاتين، بس انت شربي شايك. ويا شوي ريحتيني. خاطر اعرف بس شنو العداوه اللي بينك وبين عبد الله؟ يا يمه هو مو متعادي معي انا بس، هو متعادي مع الكل. يا مال ضعفه ما مخلي حد في حاله. السلام. سلام. عليكم السلام. عن ابوه انت مو بمسلمه. حد يقول السلام؟ قولي السلام عليكم. ام سيف ايش فيك؟ ايش تبين؟ انا سلمت، حابه تردين رده، ما تبين تردين كيفك. اي كيفي. انت على من طالعها غير عليه في اللعانه. لينا ونذلفت ذي بعد. اقول يعني بدل ما انت وعلي غاثه هالفقيره المسكينه وغاثه خوات ريلك، انا اقول لو تبي لك خدامه بروحك احسن لك. صدق والله؟
انا ما بايب لي خدامه نفس السبب اللي انت ما تبين تجيبين لك خدامه. اقول ولا ما له داعي؟ اشوف سكتي ام سيف. خيطوه. لينا لينا ما شكلك تعبانه وايد. الكحم تعبتني. زين يلا قومي 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 خليني اوديك المستشفى. لا لا يما ما يحتاج. روحي بلي يا يما شوي علوك المال اللي اخذناه من سوق واقف نقع في ماي حار، وعطني يا يما بيخفف عني شوي. ان شاء الله بروح المطبخ وبايب لك علك الالبان والماي الحار، بس ها لازم اجيب لك عباتك عشان اوديك المستشفى. ان شاء الله يما روحي بالعلك البان وان شاء الله. ان شاء الله. والله تمللت يا عووش. قالوا لي التحاليل بتطلع عقب اسبوع، عاد انا قلت بمر عليها من الخميس مره واحده وانتي تطلعي معاي بعد نروح نتغدى. شو اسوي؟ بخلص من هالتحاليل. تمللت. ليش انت ايش عندك يوم الخميس؟ عمه لحظه اكلمك بعدين. عمه انا قلت لك ابي شاي؟ منو قال لك ابي شاي؟ ما في سوري، ما ابيك تجين صوت من العقل، فاهمه ولا لا؟ انت يا شفتي؟ شوفي يا ام فهد، انت لازم تاخذي بالك من حالك وخصوصي بالمرحله اللي جايه. ليش دكتور؟ ايش فيها؟ الوالده عندها التهاب رئوي مزمن ولازم تديروا بالكم عليها. لا اله الا الله. دكتور انا امياتكم فيها حساسيه، تقول لي الحين التهاب رئوي حاد؟ شوف يا فهد، الحمد لله انه الالتهاب بعده بالمراحل الاولى وممكن نسيطر عليه. ان شاء الله يا رب. شوفي يا ام فهد، ترى انت لازم تديري بالك على حالك منيح وعلى صحتك، لانه هذا المرض ممكن يتفاقم ويزيد وساعتها بصير صعب علاجه. ان شاء الله دكتور، ان شاء الله باخذ الدواء. يا الله يا الله يمد بعمري واشوف عيالك وتطمن عليك وعلى اختي، وبعدين الله ياخذ امانتي. بعيد الشر عنك يمه. ام فهد رح اكتب لك على شويه ادويه، ارجو انه تاخذيهم بانتظام وتتابعيهم. معلش. عوش لحقي علي دبريني. سويت مصيبه، سويت سالفه. انا طقت لينو طاحت على الارض وغم عليها، ما ادري يمكن ماتت، ما اعرف شو اسوي. تعرفين اذا ماتت اروح في 60 داهيه. لا ما حد شافني. إذا قومي يلا مري علي. اي ما اعرف شو اتصرف. يلا بسرعه. لينا الحين يجي شرطه، ها ما في كلام مدام يضرب. انا اروح بيت اسوي جنجال مدام. شرطه وايد تسوي مشكله. زين؟ لا هذه مادام لازم نروح السجن. لينا هاج هذا 500 ريال، انت ما يصير زعلان، ولما تقومين نروح البيت انا ازيد معاش مال انتي. خليه يفكر. السلام عليكم. عليكم السلام. لينا ايش فيك؟ من اللي مسوي فيك كذي؟ لا ما في شيء، بس انا يغسل المويه صابون ويطفي الدرج. اكيد؟ اكيد. اوكي تعال معي عشان نسكر المحضر، عليه محضر. ان شاء الله. عافية عليك لينا،
شاء الله ازيد معاك واعطيك فلوس زياده بعد. زين؟ حمدي ربك انها ما ماتت. تدرين لو صار فيها شيء وراحت فيها كانت توهقتي وحطوك في مليون الف مشكله ما بتقدرين تطلعين منهم. عوش انا الحين طالعه معاك ابي تهدى اعصابي، مو توتريني بزياده. الحمد لله انها ما ماتت يا على هالويعه. للحين رهف؟ للحين انت على نفس الموضوع؟ خلاص تركيها عنك. او تدرين خذي لك واحده وخليها عندك، بعدين ما حد لخص فيك ولا فيها. ترى بطيتي راسي، انا ايش لي طالعه معاك؟ رديني البيت رديني البيت ابرك من مجابه لوجهك. ايش دعواه؟ حرام عليك اللي قاعده تسوينه يا حصه، ترى هذا يعتبر رشوه. يعني ايش تبين اسوي؟ اخلي لينا تروح تبلغ الشرطه وياخذون رهف هناك عندهم ويحققون معاها وفضايح؟ اي خليها تروح عشان تتأدب وتسنع، عشان مره ثانيه ما تكررها. ذمتك تروح تطق الخدامه؟ سكتي واللي عافيك. رهف عمرها ما راح تتأدب، وبعدين خلاص الموضوع تسكر. لا الموضوع ما تسكر، وانا راح اوصل هالكلام حق عبد الله عشان يسنعها. تصدقين؟ تحسسين ان عبد الله خلاص بيذبحها، عبد الله ما عارف الله وين قاطه، فكينا واللي عافيك. والله ما حد موصلها للي هي فيه ومخليها تتمادى غيرك انتي. ترى الشغاله في ذمتك، اي شيء يصير فيها بسبتك. اوف ما بس خلاص خلصنا. شوك واقف كذي؟ أبد سلامتك، بس أهنيك على اللي سويتيه في هالفقيرة اللي لا حول ولا قوة لها. هي فقيرة؟ عن شنو تحكى؟ يا رهف اللي سويتيه غلط، وأتمنى إن هالشيء ما يتكرر. انت ايش قاعد تخربط؟ ايش فيك؟ قولي الحمد لله إن لينا تنازلت عن الشكوى، والبركة في هالفقيرة المسكينة حصة. الحين موقفني ومعطلني وهالخربطة وهاللوية كلها عشان خدامة لا راحت ولا جات؟ كون وخر عني بروحي تعبانة. وخر. لينا ايش فيك ضايقه فيك الدنيا؟ صايدتني ضيقه بالمدرسه يا ريم، من اشوف اباء الطلبه برا كل واحد ينطر ولده. اتذكر ابوي واطالع نفسي تقولين مقطوع من الشيره. توك حاس يا جابر؟ انا هالسالفه معذبتني من اول يوم غاب ابوي عنا. للاسف امي ما حست فينا ولا عوضتنا عن ابوي. امي مثلنا يا ريم، خلاها مثل ما خلانا. ما اعتقد امي متاثره من فراق ابوي. هذا هي كل يوم والثاني عزيمه، وكل يوم والثاني جايين ربعها البيت. لا ليلنا ليل ولا نهارنا نهار، واذا فكرت تطلعنا لازم نرد متهاوشين. المشكله يا ريم اني صرت استحي من اي حد يسالني وين ابوك ولا شلون ابوك ولا ايش بتسوي في اجتماع اولياء الامور. شكلي بتفشل مثل كل سنه. الله يسامحك يا يبا. قول الله يردك يا يبا. الله لا يرده ان شاء الله. الظاهر يا ريمو ما احنا بخالصين من هالسالفه. يما انا كل يوم امر في موقف مع الاستاذ ومع المدير
كل يوم يسالوني عن ابوي، ليش ما يحضر اجتماعات المدرسه؟ 6 سنوات وانا على هالحال. وش تبيني اسوي لك؟ البس ثوب وغتره واروح ارتز في المدرسه؟ ما قلت لك كذي يا يمه، بس على الاقل خلينا نتواصل مع مامي، بيسدون مكان ابوي لو شوي. اسمعني يا جبور، يا ويلكم ان عدتوا هالسالفه مره ثانيه. وبعدين من زين عمامكم وعماتكم عشان تواصلون معاهم، لو فيهم خير كانوا يسالوا عنكم طول هالسنين. يما عمامي وعماتي يسالون عنا، وانت اللي تصدينهم وما تبينهم يقربون صوبنا. بس ولا كلمه. يلا 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 روحي حجرتك يلا. خير شو موقفك هني؟ يما على الاقل تنزلي عن القضايا اللي رفعتها على ابوي، كفايه اللي عليه. اقول لك شيء، انا لو اقدر ارفع عليه قضيه زياده برفعها. يلا يلا روح حجرتك يلا اذلف. الو هلا، انا في البيت. يبا يبا انا مو متصلة عشان هالموضوع، انت وامي بكيفكم خلاص. يبا انا متصلة عشان موضوع الجامعة، لازم باكر تمر عليه ونسجل. خلاص ان شاء الله باكر انا بمر عليك، وعقب ما نخلص من التسجيل ان شاء الله بنروح المجمع وتاخذين اللي تبينه. تسلم لي يا يبا. يلا باكر بمر عليك. مع السلامة يا ابني. مع السلامة. نورة يعني الجامعة وتسجيل ما تسجيل ما علينا. زين الحين انت ايش قلتي يا حبيبتي؟ اوكي يا ابو نوره، بس بشرط عمري بكره تكون عند ابوي وتاخذينا من عنده. وموضوعك انت وام نوره شبه منتهي، واكيد بينتهي بمجرد ما نتزوج. اكيد افا عليك، تزوجنا اكيد الموضوع منتهي. خلاص باكر ان شاء الله كل شيء يصير. حياك حياك. اوكي. مها سمعيني بس، مها سمعيني بس بقول لك شيء. مها انت ايش تبي؟ ترى اذيتني. شوف اذا مره ثانيه سويتها قسما بالله اشتكي عليك، فهمت؟ انت ليش مو راضيه تفهمين الشيء اللي انا بيج فيه؟ انت ايش فيك مجنون؟ ما ابي اسمع منك، انت لا واحد من اهلي ولا تصير ايش تبي مني؟ انت سمعيني في الاول. ما ابي اسمعك، قلت لك خلاص حذرتك وهذه اخر مره، لا تلوم الا نفسك، فهمت؟ أنا أقول نصبر عليه شوي، عيال توه جاي من أمريكا، ما يصير نزعجه من أولها كذي، خليه يرتاح شوي كم من يوم وشوف أموره أول، تعال يصير خير. بس يا أبو عمر أنا وايد خايفة عليه. لا تخافين عليه، عمر ما شاء الله عليه الحين دكتور كبير، ما ينخاف عليه، بس أهم شيء إن ما حد يعرف شيء عن موضوع عمر لين يستقر ويلقى له شغلة عدلة وعقب يحلها رب العالمين. من متى وانتي هني؟ انا من زمان هني، بس انتي طولتي رقدتي وايد، شو السالفه؟ ما قلت لك ان ولدي يا اليوم
ويا ليته مايه. ليش يا محمد؟ ليش تقولين هالكلام؟ حرام عليك. جايب لي اوراق البنك والتوكيل ويبيني اوقع، يبي يسحب كل فلوسي، يقول مو محتاجتهم. انا ما ادري من اللي قال له اني مو محتاجتهم. معقوله؟ طول هالكم شهر ما يسأل عنك، يوم يجي يسأل عنك يطلب منك هالطلب؟ انا اصلا مو محتاجتهم، بس ما يستاهل اني اعطيهم اياه. لا تقولي هالكلام يا محمد، انت اولى بهالفلوس، هذه يعني فلوس الدولة وانت احق فيهم، انت مو مسؤولة عنه، اللي عليك بس تدعين له ان الله يهديه. بقول لك يا محمد، ايش رايك ننزل تحت نغير شوي جو، نقعد في الحديقة، ايش قلتي؟ زين يا يما. اوكي؟ يلا قوم خل اساعدك. يلا. عليا، انت ليش ما تردنا علي؟ اتصلت فيك اكثر من مره ومطنشه، لا يكون انت مديرتي وانا ما ادري. استاذ جاسم لو سمحت، انا قدمت على اجازه اكثر من مره بس انت مو راضي توافق. ليش الكل ياخذ اجازات الا انا؟ انت ليش تكلميني كذي؟ ارجوك استاذ جاسم، ارجوك، انا لازم اخذ اجازه عشان امي مريضه، واذا ما اخذت اجازه بضطر اني اتغيب عن العمل غصبا عني. قاعدي خلينا نتفاهم. انت تبين اجازه طويله صح؟ صح. انا بعطيك الاجازه وفوقهم راتب شهرين، بس بشرط. تصدق ناصر اليوم انا وايد مستانسه، المدربه تقول لي ان الخيل متوالف وياي، وانا وياه راح نسوي شغل وايد حلو، يعني عادي افوز بالبطوله. ترى وصلنا البيت، احنا من طلعنا من الفروسيه لين وصلنا البيت وانتي تقول نفخت مخي يا ندوي، خلاص نزلي. زين، ترى ما عندي احد اسولف له الا انت. مسكين والله كسرت خاطري، ما حد يسمعني غيرك. نزلي لاحقين على السوالف، نزلي بس. هلا خير، الله يسلم شلونك؟ شلون صحتك؟ خير الله يسلم عليا، تدرين انك كبرتي في عين امي وايد؟ كبرت ولا ما كبرت كله واحد. ليش؟ المفروض تستانسين ان جنتك راضيه عليك. يا فاتر انا صدق ماخذه الاجازه عشان امي، وبعدين انا حطيت ببالي رب العالمين هي امي محتاجتني، لكن انا ياما احتجتها وما لقيتها. هذه امك يا عليا، وبعدين هاي مو كلامك ولا اسلوبك. لا تخلين اسلوب رهف وطريقتها في الكلام ياثرون عليك. انا ادري ان قلبك طيب، وادري انك تحبيني وتحبين امي اكثر بعد، فلا تشوهين صوره اللي سويتيه بهالكلام. بس رهف بعد مسكينه، رهف تعرف تاخذ حقها بنفسها، يعني مو مثلي انا، مثل ما انتم مسميني شخصيتي مهزوزه وما اعرف اتصرف. لا فديتك، لا ما حد قال عنك كذي. بعدين انت اصبري وشوفي تاثير هالاجازه على قلب امي، وعقبها بتعرفين من الغلطان، انت ولا امي. الله يعطيك الصحة والعافية، ما قصرتي. الله يعافيك ويسلمك ويشافيك يا رب. امين. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله اللي الله بلغنا في عمر وشفناه دكتور. وعسى الله يخليك على راسه ويطول لنا في عمرك ويبلغك في عياله بعد. آمين يا رب العالمين. وعمر ما وصل للدكتوراه إلا من فضل الله وفضلك. الحمد لله.
تدري يا ابو عمر، يوم كان عمر صغير كنت احاتي، كنت اقول شلون بخليه يكبر وهو عاجز على كرسي، شلون يقدر يواجه المجتمع ويتماشى معاه. ما في شيء صعب على رب العالمين، الحمد لله. هذا انت تشوفينه بعينك، حتى ما يرضى احد يمسك له الكرسي ويساعده، يبي يسوي كل شيء بنفسه. ما شاء الله عليه. والمجتمع اللي انت خايفه منه تراه مجتمع فاهم. ها الحمد لله، عسى الله يبلغك فيه معرس. قول آمين. آمين يا رب العالمين. وأشوف عياله. يا أنا يا عبد الله لازم أروح المستشفى وأسوي فحص. زين قومي يبي عباتك عشان ما نتأخر. يلا بس دقايق جايب عباتي. رهف، بييك امرك العصر او تبينا نطرج تحت؟ لا لا نطريني تحت. حياك الله. وراها وصلها لي الباب. قوم بالواجب وصلها. علامك وصلها ولا شيء، ايش فيك انت علامك؟ يعني تشوف سياراتها تحت تركب، ليش ما تطق الباب؟ انا ايش دراني البيت عود، ايش درانكم هني؟ تسوينها سالفه وبس. ايش فيش رهوفه حبيبتي؟ يا عفو عليك بس. تعالي تعالي قعدي. وين رايحه؟ ها وين رايحه؟ تعالي. السلام عليكم. والله عينك قوية، جايني هني لين الدوام، انت ما تستحلى وياك؟ لحظة لحظة، انت ليش كل ما تشوفيني تشبين؟ شوف احترم نفسك واطلع برا، لا صدقني اناديلك السكيورتي يطردك برا، فهمت؟ صلي على النبي وهدي بالك، انا عندي كلمتين بقولهم لك وبروح، وثانيا الناس اللي هني انتبهوا علينا، قصري حسك. تفضل قول. انت ايش عندك كل يوم والثاني رايحة عند ام حمد؟ وانت ايش عليك؟ شي خصك يعني؟ انا ايش علي؟ يا حليلك. شوف تكلم عدل واحترم نفسك. ام حمد هذه اللي كل يوم انت عندها في المستشفى ترى امي. شنو؟ امك؟ اسف على الازعاج.